السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سارة هلال ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني اعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. هتلاقوا عندي وصفات ان شاء الله هتعجبكم. هنعمل النهاردة كشري الحلة الواحدة اللي من يوم ما جربته وانا مش بعمله غير بالطريقة دي. واقفة في المطبخ اقل من غير حلل واواني كتير وطعم احلى بكتير بكتير. ويلا بينا ندخل في الوصفة على طول. اول حاجة عندي بصلاية كبيرة متقطعة جوانح. انا استخدمت البصلاية واحدة بس كبيرة، ممكن 2 متوسطين، ولكن انتوا ممكن تكتروا كمية البصل على حسب كمية الكشري اللي انتوا عاملينه. هضيف للبصل معلقة نشا. هقلب كده البصل وهفكه بايديا عن بعضه، بس منزودوش النشا عشان كتر النشا ممكن يخلي البصل يشبك في بعضه، واحنا محتاجينه مقرمش ومش مشبك في نفس الوقت. ممكن كمان بديل النشا ان احنا نضيف دقيق، بس برضو ما تكتريش الدقيق علشان كتره ممكن يعكر معاكي الزيت اللي احنا محتاجينه فيما بعد عشان نكمل فيه بقية الوصفة بتاعتنا. فكل حاجة بمقدار بتكون اظبط واحلى. والافضل لو تعملوا ميكس ما بين الاتنين، يعني تحطوا نص الكمية دقيق ونص الكمية نشا وتخلطوهم ببعض وبعدين تضيفيهم للبصل، كده هيكون افضل. عندي هنا في حلة هضيف كمية من الزيت، كمية كويسة، وانا نزلت بيها كلها لان هي اوريدي مش كتير بالنسبة لكمية الكشري اللي انا عاملاها. برضو لو انتوا عاملين بصل اكتر اقلوه على كذا مرة وزودوا كمية الزيت شوية. اثناء تحمير البصل هنضيف نص معلقة ملح علشان البصل ما يمررش معانا. بعد ما حمرت البصل وشيلته، نزلت بكوباية شعرية تتحمر. اول حاجة خلوها بس تاخد لون ذهبي، متغمقهاش. بعد كده نزلت بكوباية مكرونة مرمرية، بتبقى احلى في الكشري من الخواتم، بس لو مش متاحة استخدموا الموجود مفيش مشكلة. بعدين نزلت بكوباية رز مغسول ومتصفي كويس. عامة خلوا المكونات اللي اتغسلت واتعرضت لمية تكون في الاخر، كده بيكون افضل واصح. بعدين هضيف كوباية من العدس بجبة اللي نقعته ساعة في مية سخنة، وبعدين صفيته كويس هضيفه. طبعا كل مكون من المكونات اللي انا حطيتها دي انا بديها وقتها في التشويح من 3 ل5 دقايق، بس انا اختصرت عليكم الفيديو عشان ما اطولش. هضيف مية مغلية هشرب بيها الكشري وتكون فوق المكونات دي حوالي 2 سنتي، وضفت معلقة ملح. بعد ما ضفت المية هحط الاسباجيتي متكسرة ل3 اجزاء، هحطها بشكل عشوائي وتكون عكس بعض. هضغط عليها ضغطة بسيطة بحيث تبقى تحت مستوى المية. هسيب الكشري بقى يستوي، واول ما يتشرب هفتح اديله تقليبة من تحت لفوق عشان انزل المكرونة اللي على الوش دي اخليها تدخل جوه بقية المكونات وتكمل سواها. وفي الوقت ده هحضر الصلصة. عندي هنا زيت، ضفتله معلقة توم. هيتحمر التوم معايا هضيفله معلقتين خل كبار. بعد 5 ثواني هتحسي ان الخل بيغلي معاكي، انزلي بالطماطم على طول. والخل لما بيكون قبل الطماطم نكهته بتكون احلى في الاكل، يعني في ناس بتحطه في الاخر، بس نكهته في الخطوة دي قبل الطماطم بيكون احلى. بعدين نزلت بالتوابل، حطيت كمون وكزبرة وملح، وضفت مكعب مرقة خضار. مكعب مرقة خضار مش فراخ. مكعب مرقة الخضار اختياري، بس انا بنصحكم تجربوه لانه بيدي نكهة حلوة قوي للصلصة. هغطي الصلصة كمان واسيبها تتسبك ونحضر بقى الدقة. انا دقتي مختلفة وهي بالنسبة لي الاحلى، لان انا مش بعمل شطة زيت لاننا ما بناكلش الحراق قوي. فالدقة دي هتجمع لي ما بين وسطية الحرقان وحلاوة الدقة في نفس الوقت. في طبق عندي ضفت معلقة توم مفروم، هضيف عليها معلقة كمون وتوصوا بالكمون. ضفت كمان معلقة ملح، بعدين معلقتين خل وعصير ليمونة. بعد كده ضفت طماطم وفلفل حراق، وده بالنسبة لي كفيل ان هو يوصلني لوسطية الحراق اللي انا بحبه. هزود بقى مية وهقلبه، وكده خلاص خلصنا. هغرف بقى الكشري.
وأحط الصلصة والبصل المقرمش، وضفت حمص مسلوق سلق عادي جدا، وهضيف بقى من الدقة اللي عملتها وندوق. الله يا جماعة حلو قوي، وكلمة حلو دي قليلة عليه حقيقي يا جماعة، مفيش أحلى من أكلة حلوة وسهلة وسريعة في نفس الوقت. مكرونة الاسباجيتي لما بتحطوها مع الكشري بالطريقة دي من غير ما تسلقوها سلق مسبق بتخلي الكشري يبقى طعمه حلو قوي، لأن هي بتنزل النشا بتاعتها فيه، وده بيدي تيست لبقية الكشري حلو قوي. جربوه، وكمان جربوا الدقة على طريقتي وإن شاء الله تعجبكم. وما تنسوش لو عجبتكم الوصفة اعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ومكونات الوصفة دي هتلاقوها تحت الفيديو في صندوق الوصف. أشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.